اهلا بيكم في دوكر من البدايه للاحتراف او دوكر from zero to hero. انا اسمي احمد الفخراني، انا شغال ليد ديف اوبس انجينير. انا في مجال الديف اوبس من سنه 2016 وفي مجال الاي تي بصفه عامه من سنه 2011. عملت كورسز كتير من خلال يوديمي وغيرها من المنصات، والحمد لله معظمها بيست سيلرز، وباذن الله هكون المحاضر بتاعكم في الكورس ده. كورس دوكر من البدايه للاحتراف هينقلك من المبتدئ للمحترف باذن الله. يعني انت مش محتاج يبقى عندك اي خلفيه عن دوكر او حتى عن الديف اوبس، ولكن بعد ما تخلص الكورس ده ان شاء الله هتقدر تستخدم اداه دوكر باحتراف، وتقدر باذن الله ان انت تكمل في مجال الديف اوبس، لان دوكر بيعتبر احد اهم الادوات المستخدمه في المجال ده النهارده. يعني مثلا على سبيل المثال هنبدا بالاساسيات، يعني ايه دوكر ويفرق ايه عن الفيرتشوال ماشين وليه اصلا الناس بتستخدمه، وبعدين هنبتدي نخش على الاستخدامات المتقدمه شويه لدوكر زي مثلا النتوركس والفوليومز، وبعدين هندخل على الريال وورلد اكزامبلز او السيناريوهات اللي بتحصل في الحياه العمليه، زي ان انت ازاي تشغل دوكر كونتينر على الكلاود على AWS، وكمان ازاي تستخدم دوكر كومبوز. علشان تاخد الكورس ده انا بس محتاج منك يبقى عندك شويه اساسيات للينكس، يعني على الاقل تقدر تستخدم الكوماند لاين. مش محتاج منك اي باك جراوند سواء في الديف اوبس او في الديفلوبمنت، يعني مش محتاجك تبقى مثلا بتعرف لغه برمجه او حتى سكريبتنج لانجوج مثلا زي باش، لا كل ده احنا مش محتاجينه. احنا هنبتدي من الصفر باذن الله وهنتعلم كل حاجه واحنا ماشيين مع بعض. ميزه الكورس ده ان هو مش بس هيعلمك دوكر، لان انت ممكن تتعلم دوكر او اي تول من خلال الدوكيومنتيشن بتاعها، ولكن الكورس ده هيجاوب لك على اسئله ممكن تكون بتدور في دماغك وانت شغال بالتول. يعني مثلا على سبيل المثال، هل دوكر هي اللي اخترعت الكونتينرز ولا لا؟ ايه الفرق بين دوكر والفيرتشوال ماشين؟ هنعرف ده برضو من خلال الكورس. المفاهيم دي بتبقى مهمه جدا بالذات لو هتقدم على انترفيو، لان لما بتيجي تتسال على حاجه زي دوكر هو مش بيسالك ازاي بتستخدم التول او ايه الكوماندز اللي انت بترنها، لان الحاجات دي زي ما قلنا موجوده في الدوكيومنتيشن ومن السهل ان انت تحفظها، ولكن الكورس ده هيديلك الفهم اللي تقدر من خلاله تستخدم التول دي بنجاح، وكمان تقدر في الانترفيو ان انت توري الانترفيور ان انت عندك خبره في المجال وفي التول دي، مش بس بتعرف تستخدمها. طبعا ما تنساش وانت بتتابع الكورس يوديمي هيسالك من حين لاخر ان انت تسيب تقييم. لو سمحت سيب تقييم للكورس، لان ده بيساعدنا جدا في ان احنا نقدم كورسات تانية بشكل افضل، وبيساعدنا كمان ان احنا نعرف لو في مشكله عندنا في الكورس نحلها. لو عايز تحترف معايا دوكر دوس على الانرول بutton دلوقتي، وقابلك في المحاضره الاولى ان شاء الله.